هات. عارف يعني انا محتاج هنا كابتن هنا انا يا شيكا. ممنوعين يا شوشو ممنوعين. لا مش ممنوعين. شيكا بابا يا شيكا. ده هو بابا يتكلم. يا شيكا ازيك؟ حبيبي يا كابتن مصر. مبروك يا شيكا. ربنا يخليك يا اخي نور كده وكلم جمهور مصر وكلم جمهور الزمالك، الناس حابه تسمعك يا شيكا. عشان حبيبي بس يا كابتن. وانت حبيبي والله يا شيكا. النهارده شكل جديد وتوب جديد وحاجه عجبت الناس كلها، هدوء ثقه وصنعت اهداف وحسيت ان انت متحمل مسؤوليه. بسم الله ما شاء الله عليك. طبعا يا كابتن، احنا عملنا المعسكر في النمسا وعملنا معسكر كويس. واحنا قلنا قبل الماتش ممكن وارد قوي يخش فينا جول، بس الفرقه الكبيره دايما لازم تمسك نفسها. مسكنا نفسنا وقدرنا نلعب كويس وعملنا كوره كويسه في الشوط الثاني. شيكابالا ما خفتش والزمالك مغلوب 1-0 ومباراه كاس بخروج المغلوب وجود 30-40 الف متفرج من جماهير الزمالك النهارده، بسم الله ما شاء الله، ما حصلكش نوع من انواع القلق وانتم متاخرين 1-0؟ لا خالص، عشان في الملعب في ناس كبيره. في ناس كبيره. كابتن في ناس كتير كبار، يعني اذا كابتن احمد حسن بخبرته دي قدر يخلي الملعب كله فيه هدوء. يعني بيتكلم مع اللي جنبه، وقدام في عمرو زكي واحمد جعفر وفي فتح الله ورا وهاني، في خبره كتير في الفرقه عكس السنه اللي فاتت. فقدر الحاجات دي يبقى فيه هدوء الشوط الثاني، وقدرنا نلم نفسنا والحمد لله النتيجه كانت كويسه. شيكابالا يعني كان السنه اللي فاتت بيقولوا شيكابالا هو النجم الاوحد، انت قلت لي فاجئتني قلت لي في ناس كبيره، ده بيبسطك بتحس هو يعني ده بيساعدك، بتحس ان انت بتسد. ده الاحسن يا كابتن لما يبقى فرقه نادي الزمالك هي اللي تقيله، مش واحد بس هو اللي بيكسب الفرقه. لا احنا عندنا كذا حد فرق 25 او 30 لعيبه هم اللي بيكسبوا الزمالك، وبنلعب كره سهله وكره حلوه والناس مبسوطه ان احنا بنلعب كره سهله وكره حلوه. نعم. قول لي ما خدت احمد زكي اخدت احمد حسن براوليه النهارده بعد الجون. قول لي رجعت شباب تاني يا كابتن. هو اسهل من عمرو زكي ومن ميدو ومن حسين حمدي، فده اللي تقدر عليه. ملوش حل هو رجعت شباب. لقيته سهل في ايديك ولا عصلك معاك شويه يا شيخ؟ قلت له لا تروم بقى صار خلاص جبته لمسه اكتاف على طول. شيكابالا قول لي يعني فاضل ايه وانت بسم الله ما شاء الله احنا بنعرض لك اللقطه الجميله دي، فاضل ايه النادي الزمالك عشان البطولات تعود من جديد يا شيكابالا؟ هو اللي احنا ان شاء الله يا كابتن احنا مركزين في البطوله دي. هي لو خدنا بطوله يا كابتن احمد ان شاء الله يعني اللعيبه هتحس بطعم البطوله. كان في لعيبه كتير ما كانش ضايقه السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت ما عرفوش يعني ايه بطوله يا كابتن. بس السنه دي ان شاء الله لو اول ان شاء الله كاس مصر كده ان احنا مركزين فيها كويس، لو خدناها ان شاء الله هتفتح معانا. شايف ان دي ممكن تكون بدايه عوده البطولات للزمالك؟ ان شاء الله يا كابتن احنا كلنا خدنا وعد مع كابتن اسماعيل وكابتن حسن والجهاز كله ان شاء الله تبقى دي حاجه لينا كاس مصر حابب نقدمها لجمهورنا، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. شيكابالا النهارده برضو لقيناك بتدافع كتير على غير العاده، حاسس ان نفسك مفتوحه، هل لياقتك عاليه؟ هل حاسس انت واخد جرعه تدريب واخد ثقه من الكابتن حسن تتحرك زي ما انت عايز، لك حريه بالاضافه الى دورك اللي موجود في الملعب؟ كابتن، وكمان يعني هو كابتن حسن شال عني حمل كتير قوي عن السنه اللي فاتت او السنين اللي احنا كنا بنلعبها، لان احنا كل الفرقه بتحب تاخد الكوره. السنه اللي فاتت ما حدش كان عايز ياخد الكوره خالص، اضطر امسك الكوره، فاكيد مش هقدر ارجع ادافع واعمل الواجب بتاعي. بس النهارده انا الكوره بتجيلي لمسه ولعبه، الناس كلها بتتحرك كلهم عايزين ياخدوا الكوره، فانا واقف على رجلي. ما قلتش حاجه لعبد الواحد بعد الجون اللي دخل فيه بعد المباراه؟ اكيد قلت له واحده. لا قول لي. قول لي. كسبنا لا معلش قول لي قلت له ايه عشان خاطري بس. قلت له صعبه. لا والله يعني في ظروفه الصعبه والجون الصعب اللي دخل فيه ده قلت له ايه؟ لا ما انا ما سبته النهارده سبته. النهارده براءه يعني عبد الواحد النهارده براءه جد. بس عبد الواحد حبيبك ها؟ طبعا جد. وامتى ميدو هيرجع الملعب؟ هو ميدو كابتن والله المره اللي خدت هو عن المعسكر ده خد 5 أو 6 كيلو ما شاء الله، وان شاء الله يعني ميدو مش هينزل الملعب الا غير هو في التكات ان شاء الله. طيب وقول لي احمد حسن هيفضل يجيب اجوان كده والدنيا هتمشي معاه ولا انت هتعمل معاه ايه؟ هي فتحت خلاص فتحت. ولا انت هتفرمله شويه تقول له كفايه؟ هو اللي مركز معاه بس ابراهيم صلاح ده. صلاح مركز معاه، قلت له ابراهيم انت قعدت الشوط الاول على ربطه الماتش. ايوه الشيك انا مبسوط ان انت اتكلمت وتظهر للناس، وانت عارف انا بحبك قد ايه والناس كلها، وارجوك يا شيكابالا ليا رجاء عندك الله يخليك. يعني خلينا مركزين في الملعب السنه دي بعد اذنك. وانا مركز في الملعب والله. يعني ايه الجماهير هي عملت دي وعملت دي لوحدها من غيرك،
فخليك في الملعب مركز لانه ده مهم جدا. لما بروح للجماهير والله انا ما بشتمش. انا ببقى رايح بنبسط عادي. طب النهارده انا خدت كابتن احمد حسن للجماهير ما كانش فيه شتيمه ولا حاجه خالص. ما انا متاكد والله. وانا دافعت عنك انت عارف. اصل انا اللي عايز اقول لك ان جمهور الاهلي اصلا بيحبك ومقتنع بيك وبيحب موهبتك، فانا عايزك تبقى كسبان. جمهور الزمالك بيعشقك، فعايزك تبقى كسبان الجماهير كلها، وبالتالي عايزك تقول دلوقتي كلمه لجمهور الزمالك وبعدين تختم بكلمه لجمهور الاهلي يا شيكابالا. جمهور الزمالك انا بشكرهم طبعا يا كابتن اللي هم بيقفوا معانا دايما. يعني احنا الفرقه الجمهور الوحيد واحنا بنخسر الجمهور بيزيد. صحيح. فانا بشكرهم وبقول لهم ان شاء الله الماتشات اللي جايه دي يروحوا الاستاد وهم مطمنين ان شاء الله لفرقتهم هتروحهم مبسوطين ان شاء الله. تمام. جمهور الاهلي بقول لهم اللي انا ما عنديش مشكله معاكم خالص وانا بحترمكم طبعا لان انتوا نادي كبير وجماهير كبيره وانا بحترمكم، فما فيش مشكله بيني وبينكم خالص. واعتقد انت كان لك يعني كلام مع جماهير الزمالك انه يعني يرفعوا لافتات عشان اللي محبوسين دول يخرجوا كمان، يبقى الناس كلها طبعا يا الناس كلها تخرج لان دول ممكن يكونوا مظلومين يا كابتن ما عملوش حاجه يعني. نعم. شيكابالا عايز اقول لك مبروك، مستواك كان جميل جدا النهارده وهايل، وادائك واسلوبك وطريقتك، وان شاء الله نكلمك دايما وابدا وانت فرحان ومبسوط يا شيكابالا. انت بس انا بس ماشي. عايز اقول لك حاجه، احنا واخدين احمد حسن نجم اليوم، ما تزعلش بقى. لا خلاص يا كابتن انا النهارده سايبينه النهارده عشان خاطر احمد حسن اول مباراه. بعد كده اقول له تعالى بقى. مبروك يا شيكا وبالتوفيق، الف مليون مبروك، وسعيد جدا انك وضحت وجهه نظرك على الهوا. مهم جدا يا استاذ فتحي. على فكره اول مره اسمع صوته وبيتكلم جميل اهو. يعني الناس يقول لك اصله ايه ما بيعرف، ما انا قلت له ينطق. تصدق اول مره اسمع صوته. قال انت بس يا حبيبي خلي بالك. هو روحه حلوه كمان. هو بيتكلم حلو جدا يعني. طب انا هقول لك سر. فاكر زمان لا بس حسب حد يسمعنا ولا بتاع. لا ما تخافش، انا اسراري حلوه، الاسرار الثانيه بره. فاكر لما طلعت المشكله وشوبير والزمالك ومش عارف ايه، وكانت في حدوته كده ازمه يعني. فالمهم ايه أيوة اللي عمل القصه دي كلها واحد ربنا يبارك له يعني، هو لسه موجود. فهو اللي خدني عشان نحل الازمه برضه، ما فيش مشكله. فجيت فمعروف ان رايح الزمالك الساعه كذا، لقيت مين اللي مستنيني على البوابه؟ شيكابالا. وكانت مع جمهور الزمالك ازمه كبيره عشان ماتش الاتحاد باين حاجه كده. ازمه كبيره مع جمهور الزمالك. شيكابالا اللي واقف مستني وقال لي المشكله دي لازم تخلص النهارده، شوف مطلوب. والله كده انا عشان كده بحبه جدا. شوف مطلوب مني. وكان معانا في منتخب الشباب ولد اولا دمه خفيف جدا ومؤدب وخجول جدا. يعني انت عارف ان بقول لك اول مره اسمع صوت شيكابالا. مع عشان كده قلت له احمد حسن خليه انت يعني. هو احمد حسن خبيث، هو كتر خيره عايز يخدمني يعني. فقال لي شيكابالا بيسلم عليك لانه حس ان الدنيا ماشيه فعايز يبصهولي. وانا مش عبيط، انا كنت حارس مرمى برضه بس بفهم شويه يعني. ففرصه ان انت تسمع صوته للناس. ادي جمهور الاهلي يعرف واسلوبه حلو يعني. اسلوبه حلو. يقول لك ما بعرفش يتكلم، لا بيعرف يتكلم. ولد شديد الادب، والناس تعرف مشاعرها شكلها ايه. وقال لك انا عمري ما شتمت، انا بحب فرقتي وبحب. بس هو برضه يا استاذ فتحي وانا بكلمك دلوقتي كصحافه، لا هو مهمته الملعب. والنهارده هو مركز في الملعب رغم انه ما سجلش هدف، لكن شاف كلام مهم جدا. احد نجوم المباراه. وهو لعيب فاز يعني طبعا. فعلا لما يركز في الملعب هيفيد نفسه وهيفيد فرقته. نعم. وهيمتع جماهيره. لا وهو الحقيقه النهارده قال كمان كلام جميل جدا جدا. خلينا نروح لنجم اللقاء، هو الكابتن الصقر احمد حسن.